كم جميل هو العطاء، وكم من الرائع أن يكون المرء كريما يمد يد العون للآخرين ويحفز الشباب ممن هم في مقتبل العمر على بداية حياتهم وتشجيعهم على تحقيق ما يطمحون إليه. لكن أحيانا العمل الصالح لا يقابل بمثله، وأحيانا تنطبق على الإنسان مقولة اتقي شر من أحسنت إليه. فمن كنت سببا في جعل حياته رائعة ومترفة ربما يصبح سببا في إنهاء حياتك دون رحمة. وقصتنا لهذا اليوم تدور في هذا المدار. قصتنا اليوم بعنوان فهيم صلاح. وجريمة اليوم هي جريمة قليلة نسبيا في المصادر، ولكني أريد أن أقولها لكم. تقدر قيمة تجارة وصناعة التكنولوجيا بالمليارات، ورواد هذه الصناعة تقدر ثرواتهم بالملايين، ومن ضمنهم بطل قصتنا اليوم، وهو شخص يدعى فهيم صلاح، رجل أعمال عصامي. كان في الثانوية العامة عندما تمكن من تأسيس شركته الخاصة في مجال التكنولوجيا، مما يجعله يجني المال في سن صغير. وعندما بلغ سن 33 وصلت ثروته إلى ما يقدر 150 مليون دولار. لنتعرف سويا على من هو صلاح فهيم. ولد سنة 1986 في المملكة العربية السعودية لأب وأم من بنجلاديش. كان بحكم عملهم ينتقلان كثيرا قبل أن يستقر أخيرا في نيويورك. أمضى صلاح طفولة جيدة رغم أن العائلة كانت تتنقل كثيرا، ولديه أختان هما روبي وريف. كان معروف عنه ذكائه وهو في سن صغير، ومنذ سن 10 كان لديه مشاريعه الصغيرة في المدرسة كبيع الحلويات والحلوى. وفي سن 18 تخرج من جامعة بنتلي بمرتبة الشرف بشهادة بعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كان والده مبرمج حاسوب، وهذا ما جعله مصدر إلهام لابنه صلاح في هذه المهنة بالأخص. فتعلم البرمجة في سن مبكر، وأنشأ مجموعة من المشاريع الصغيرة عبر الإنترنت كموقع ويب خاص لعائلته ومنصة اجتماعية للمراهقين. وفي عام 2018 ساعد أيضا في تأسيس شركة نيجيرية، وهي شركة توصيل بالدراجات النارية. وهكذا نستطيع أن نعرف أن صلاح كان يستثمر أمواله في الشركات المبتدئة في البلدان النامية، وخاصة بمجال صناعة التكنولوجيا. فهيم صلاح رجل أعمال شاب ناجح. يعد صلاح من رجال الأعمال الشباب الذين صنعوا مجدا وثروة لأنفسهم بأنفسهم، وقد سخر نفسه وثروته لمساعدة الشباب الآخرين، وكان مصدر إلهام لهم. وكان يقول أن الكل لديه طموح، فقط يحتاجون مساعدة لتحقيقها. وفي سنة 2019 اشترى شقة في نيويورك تقدر ب2 مليون $، وقد شارك صورة المبنى مع متابعيه على انستجرام، وكان فخورا جدا بنفسه. واجهت شركته انتكاسة سنة 2020 بسبب أن السلطات النيجيرية منعت ركوب الدراجات النارية، مما سبب له الحزن، لأنه استثمر ماله ووقته في هذه الشركة ليوفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في نيجيريا، لكنه لم يستسلم أبدا. وبعد أن تكلمنا عن صلاح فهيم قليلا، لنكمل قصتنا. في 13 من يوليو عام 2020 بدأ صلاح يومه كعادته بممارسة الجري، لكنه اختفى بعدها ولم يروه طوال اليوم. بدأت عائلتي بالاتصال به للاطمئنان عليه، ولكنه لم يجب، وهي ليست من عادته، فهو كان يجيبهم حتى وإن كان مشغولا. ولم يظهر له أثر في اليوم التالي، فقررت شقيقته الذهاب لشقته للاطمئنان عليه. عندما وصلت دقت على الباب، لكن لا أحد يفتح لها، ولكنها كانت كثيرة التردد عليه، فقد كانت تملك نسخة من المفتاح، فاستطاعت دخول الشقة. وعند دخولها صدمت بمنظر لن تنساه طول حياتها. كان جسع صلاح ملقى على الأرض مغطى بالدماء، لم يكن متصلا بالرأس والأطراف. باقي الجسد كان موضوعا في أكياس بلاستيكية، وسمة منشار كهربائي بجانب الجسد مغطى بالدم. والصدمة أنه لا زال موصل بالكهرباء، وأدوات التنظيف تملأ المكان. تم التخمين أنه أيا كان من اقترف الجريمة فقد تمت مقاطعته قبل أن يكمل عمله في تقطيع الجثة وإخفائها من قبل وصول شقيقة صلاح. والغريب أنه عند دخولها الشقة لم يكن هناك أثر لاقتحام أو سرقة،
وفأيا يكن من فعل هذه الجريمة البشعة لم تكن لديه نية السرقة. كان مسرح الجريمة دمويا جدا تقشعر له الأبدان. لقد استنتج المحققون أنه عندما قرعت شقيقة صلاح الباب هرع المجرم وفر من الباب الآخر. فقط تصوروا أنه عندما كانت الأخت تدق باب الشقة كان المجرم لا زال مشغولا بتقطيع أوصال أخاها. ويا للهول اللحظة. وعند التحقيق في مسرح الجريمة وجدت الشرطة صاعقا كهربائيا بجانب المنشار، ومن الواضح أنه استخدمه لشل حركة الضحية. فالتجأ المحققون لكاميرات المراقبة، وبالفعل التقطت الكاميرات رجلا يلحق بصلاح، وكان يقف ورائه عندما كان يصعد في المصعد، وكان يرتدي بدلة سوداء وقناع، لأنه في هذا الوقت كان الجميع يتخذ الإجراءات الوقائية بجانب فيروس كورونا. عند صعود المصعد يبدو أنه حدث شجار بينهما، وقد استخدم المهاجم الصاعق لشل حركة صلاح، ولأن المصعد كان يصعد مباشرة إلى شقة صلاح من دون أن يقف، لذا باشر المجرم حينها هجومه بطعن صلاح في رقبته وصدره، وكان هذا سبب وفاته. وفي البداية ظن المحققون أنهم يتعاملون مع قاتل مأجور بسبب هيئته في الكاميرا، وأيضا كان يحمل حقيبة، كما أن مسرح الجريمة كان احترافي وغير عشوائي كما وصفه المحققون. ثم ظهر دليل حاسم في القضية، فقد استطاعوا معرفة هوية الشخص الذي اشترى الصاعق الكهربائي المستعمل في الجريمة، ولم يكن هذا الشخص سوى تيريس المساعد الخاص بصلاح، وأنه هو نفس الشخص الذي استخدم بطاقات صلاح البنكية ليشتري أدوات التنظيف والمنشار الذي استخدمه في الجريمة، أي أن أدوات الجريمة تم شرائها بمال الضحية. القاتل هو مساعد صلاح الشاب ذو 21 عاما تيريس. الآن لنعرفكم على القاتل، فمن هو تيريس وما هو علاقته بصلاح؟ كما قلنا في البداية أن صلاح كان يهتم بتوظيف الشباب العاطل عن العمل ولا يهتم لخبرتهم السابقة أو سنهم، لذلك لم يتردد في توظيف تيريس. وعندما تقدم بطلب وظيفة مساعد رغم أنه كان في سن 16 فقط، لقد آمن صلاح بقدرات تيريس نظرا لأنه بدأ العمل في سن مبكر واستطاع النجاح به. وأيضا تعاطف صلاح مع ماضي تيريس المؤلم، فقد ولد سنة 1998 وعاش طفولة مضطربة جدا. عندما كان في سن 13 دخلت أمه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وبعدها بفترة فقد والده فاضطر للعيش مع جده وجدته، وبعد وفاتهما بدأ يتنقل من دار رعاية إلى آخر. بعد مدة من عمل تيريس مع صلاح حدث تغيير في حياته وشخصيته، فقد اندمج مع حياة الناس الأغنياء وبدأ ينفق الكثير من المال الخاص بالشركة على أصدقائه وارتياد الحفلات والسفر. وأيضا بدأ ينتحل شخصية صلاح مع زملائه في العمل عند إرساله للإيميلات، وعند سفر صلاح يأخذ أصدقائه إلى شقة صلاح الفاخرة ويخبرهم أن الشقة ملكه. وسرعان ما اكتشف الضحية أن تيريس يسرق منه مبالغ كبيرة وصلت لحدود 100,000 دولار، ولأن صلاح شخص طيب قد وهب نفسه لمساعدة الآخرين، فقد عقد مع تيريس صفقة ووعده أنه لن يبلغ عنه الشرطة بشرط أن يعيد المبلغ على دفعات صغيرة وقتما استطاع. ويبدو أن هذا المعروف قد كلف صلاح حياته، لأن تيريس لم يكن ينوي أبدا إرجاع المال، ولذلك قرر إنهاء حياة رئيسه. اعتاد الغنى، ولكي لا يعيد المال المسروق قام بقتل صلاح. تم اعتقال تيريس في شقة فخمة كان قد اشتراها من بطاقة صلاح البنكية بعد 4 أيام من ارتكابه الجريمة. كما قد اكتشف المحققون أنه بعد يومين من ارتكاب الجريمة كان يتجول وهو يحمل بالون عيد ميلاده أمام شقة الضحية. ونظرا لهذا ما تمت محاكمته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، ولم يتم النطق بعدد سنوات الحكم بعد، لأن القضية لا زالت منظورة في المحاكم. نشرت أخت صلاح مقطع فيديو تنعي فيه أخاها بحزن يفطر الفؤاد، وقد تكلمت عن الكم الهائل من الأشخاص الذين يبعثون لها الرسائل متأثرين لما حصل معه، لأنه كان كما قد سبق
قد ساعدهم وكان سببا بإصلاح حياتهم، وكم من شخص حزين لفقده. لمجرد أن تكون إنسانا فاضلا لا تذهب سيرتك الحسنة هباء منصورة، حتى وإن ذهبت بجسدك عن عالمنا، لأن العمل الصالح لا يموت. وأما عن تيرس فلا نعلم هل حكمه سيكون عادل أم لا.